اهلا بيكم في حلقة جديدة. وفي الحلقة دي بإذن الله هقولك ازاي تسعدي نفسك بنفسك في 5 خطوات سهلة وبسيطة. بس قبل ما اقولك على الخطوات هقولك على نقطتين مهمين. النقطة الاولى وهي ان سعادتك مسؤوليتك 100%. السعادة قرار. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني مفيش حاجة في حياتك هتتغير غير لو انتي سعيتي انك تغيريها. لو فضلتي مكانك ومستنية التغيير يجيلك من بره ده مش هيحصل. فلو عايزة تكوني سعيدة اسعي انك تكوني سعيدة وطبقي الخطوات اللي هنقولها في الفيديو. النقطة التانية اننا مش معنى اننا بنسعى ان احنا نكون سعداء ومبسوطين ان احنا هنفضل مبسوطين طول الوقت 24 ساعة في ال24 ساعة هنفضل مبسوطين. لا، شوية هنكون مبسوطين وشوية هنكون متضايقين. المهم اننا نسعى ان احنا نكون مبسوطين وما نفضلش منتظرين ان غيرنا هو اللي يبسطنا. لازم احنا نحاول نسعد نفسنا بنفسنا. ويلا بينا على الخطوات على طول. الخطوة الأولى علشان توصلي للسعادة وهي إنك تقربي من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني عمرك ما هتكوني مبسوطة ولا مطمنة طول ما انتي بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى. ولو قربتي من ربنا سبحانه وتعالى بجد هتكوني مبسوطة وحاسة بسكينة وسلام نفسي. الخطوة التانية علشان تكوني مبسوطة وهي انك تهتمي بشكلك الخارجي وتهتمي بأنوثتك. يعني تعرفي يعني ايه صفات الأنوثة وصفات الذكورة وتعرفي توازني ما بينهم، وتكوني طول الوقت محافظة على شكلك يكون جميل ومرتب. كل ما حافظتي على صفات الأنوثة كل ما كنتي أهدى وأروق أكتر وكنتي مبسوطة. وكل ما اهتميتي بشكلك كل ما ثقتك بنفسك زادت، بالتالي سعادتك زادت. الخطوة الثالثة وهي انك تخصصي لنفسك يوميا وقت تقعدي فيه مع نفسك تعملي فيه الهوايات بتاعتك وتعملي فيه الحاجات اللي انت بتحبيها. ايا كان الوقت ده قد ايه، نص ساعة، ساعة، اكتر، على حسب الوقت المتاح ليكي انك تعملي الوقت ده تعملي فيه كل حاجة انت بتحبيها. زي لو بتحبي القراءة، التلوين، الزراعة، الأعمال اليدوية، ايا كانت الحاجة اللي انت بتحبيها تعمليها في الوقت ده. حتى لو الحاجة اللي انت بتحبيها هي انك تفصلي دماغك وما تفكريش في حاجة وتشربي كوباية القهوة من غير ما تفكري في حاجة، اعملي كده. الوقت ده هيساعدك تشحني طاقتك وهيساعدك تكوني مبسوطة اكتر. والوقت ده مش دلع ولا رفاهية ولا تضييع وقت، لا، الوقت ده مهم جدا زيه زي المسؤوليات اللي عليكي. فلو اهتميتي ان انتي تدي لنفسك كل يوم الوقت ده بجد هتشحني طاقتك وهتقدري تعملي كل اللي وراكي بحب. الخطوة الرابعة وهي انك تتعلمي تحط حدود وتعلمي تقولي لا. واول شخص هتقولي له لا هو نفسك. ازاي اول شخص هتقولي له لا هو نفسك؟ بانك لما نفسك تقولك انا مش قادرة النهاردة ان انا اخد الوقت لنفسي هتقولي لها لا، الوقت ده مهم وهتاخدي الوقت لنفسك. لما تكوني محتاجة ترتاحي وتيجي على نفسك قولي لنفسك لا، انت محتاجة تستريحي وريحي نفسك. وفي نفس الوقت اتعلمي تقولي لا للأشخاص اللي بيستنزفوا طاقتك وبيطلبوا منك طلبات فوق طاقتك. ولو الطلبات دي مش مسؤولياتك ما تعمليهاش، واختاري راحتك وتعلمي تحطي حدودك وابعدي عن الأشخاص السلبيين والأشخاص السامة والأشخاص الاستغلاليين اللي بيستنزفوا طاقتك. وافتكري الجملة اللي قلتها لك في أول الفيديو ان سعادتك مسؤوليتك 100%. الخطوة الخامسة والأخيرة وهي إنك تشكري ربنا سبحانه وتعالى على النعم اللي في حياتك. الشيطان دايما بيدخل لنا من مبدأ إن احنا نبص على الناقص في حياتنا.
احنا بقى هنعمل حاجة عكس كده، هنبص على كل حاجة حلوة في حياتنا حتى لو كانت بسيطة، حتى لو كانت انك صحيتي من النوم النهاردة بصحة ومفيش حاجة في جسمك تعباكي الحمد لله، فهتشكري ربنا سبحانه وتعالى على النعمة دي. ايا كان النعم اللي في حياتك، ابتدي دخلي عادة في يومك انك كل يوم تشكري ربنا سبحانه وتعالى حتى ولو على نعمة واحدة بس. وانك تشكري ربنا سبحانه وتعالى على النعمة مش بس انك تقولي الحمد لله عليها، انك تقولي الحمد لله عليها دي 50% من الشكر، ولكن 50% التاني هي انك تستخدمي النعمة في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو ربنا انعم عليكي بالنظر، فتستخدمي نعمة النظر بان انت تنظري للحاجات الحلوة وتبعدي نظرك عن اي حاجة حرام، وكذلك اي نعمة في حياتك. اتمنى الفيديو يكون عجبك وفادك، واستنيني في الفيديو الجاي بإذن الله.